تعرف يا صديقي سر النجاح؟ سر النجاح يا صديقي مش بالفلوس، ولا حتى يا صديقي بالذكاء، ولكن يا صديقي سر النجاح بالاستمرارية. الاستمرارية يا صديقي انك كل يوم تعمل حاجة صغيرة، ولكن يا صديقي تستمر عليها طوال الاسابيع والاشهر يا صديقي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يا صديقي انك كل يوم تستمر على حاجة انت مجدول عليها وحاططها في الجدول الاسبوعي تبعك، ولازم تنفذها اليوم. الاستمرارية يا صديقي انك تعمل كل يوم حاجة صغيرة مهما كانت الظروف ايه يا صديقي. يعني يا صديقي مثلا في اليوم تقرأ 10 صفحات من الكتاب، ما قدرتش تقرأ 10 صفحات من الكتاب، اقرأ الصفحة. الاستمرارية يا صديقي انك تعمل كل يوم حاجة صغيرة ولكن تنتظم عليها طوال الايام يا صديقي، وكل يوم تطور نفسك فيها. مثلا يا صديقي زي القراءة، كل يوم صفحة من القراءة من اي كتاب انت بتحبه، او يا صديقي تعلم مهارة جديدة كل يوم، وهذا هو اللي بيطورك على مدار الايام، وهذه هي الاستمرارية. عملت كل يوم حاجة بسيطة يا صديقي على مدار 30 يوم هتحس بفرق شاسع جدا. هتحس يا صديقي انك انجزت حاجة انت عن نفسك انت كنت تتسلى بيها، او كنت عن نفسك انت بتتمتع بيها كل يوم، مثلا 30 دقيقة كل يوم من الحاجة دي. ولكن يا صديقي انت على كده بتذاكر مش غصب عنك، انت بتذاكر متعة يا صديقي، لان كل خطوة صغيرة بتبني عادة، وكل عادة يا صديقي بتقربك من هدفك، وهذا التي نقول عليها الاستمرارية. النجاح يا صديقي مش صدفة، هو نتيجة استمرارية يوما بعد يوم. فهو ده يا صديقي اللي يعرفك ان النجاح مش صدفة ولا حظ. وممكن يكون النجاح حظ يا صديقي ولكن حاجات بسيطة، ولكن الاستمرارية يا صديقي هي اللي هتبنيه. اكتب لي في التعليقات يا صديقي ايه الحاجة اللي هتبدأ فيها النهاردة.